أسس بالعربي. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في كورس البودي بيلدينج بالعربي المقدم من ICSA يونت 12 نيوتريشن. مفيش شك ان التغذية في عالم كمال الاجسام شيء مهم جدا، وطريقة تحضير الاكل بتختلف كتير باحتفاظ الاكل بفيتاميناته وبالجودة بتاعته. سيراميك افكت او الجي تحدد نوع الاكل اللي انا اختاره سواء كنت في الاوف سيزون او الاون سيزون. مبدأ ايت بيج جيت بيج ده مهم جدا جدا، بس هل ايت اي حاجة؟ لا، ده اللي احنا هنعرفه هنا معانا في الشابتر دوت، بلس طريقة تحضير الاكلات المشهورة للاعبي كمال الاجسام واللي ليها فايدة، وازاي تنظم التلاجة بتاعتك بقى بالاكل عشان يبقى جاهز لو انت متجوز او متجوزة تعرف ان لاعب كمال الاجسام ده ليه طبيعة مختلفة خالص في الاكل. حتى وانت نازل الشوبينج بتاعك لازم تنقي اكلك بعناية جدا، لانك عارف ايه اللي انت بتدخله لجسمك، مش اكل وخلاص. وتكتب الميلز بتاعتك وترتبها بحيث تبقى عارف كل يوم انت بتعمل ايه. كتير من الناس العاديه تفتكر ان لاعب كمال الاجسام ده عشان كبير كده بياكل اي حاجه وخلاص، لكن بطريقه مختلفه اقدر اقول لكم ان اللاعب كمال الاجسام ده اكتر واحد بيحافظ على اكله بريستريكتيف عشان يقدر يحقق الهدف اللي عليه، وخصوصا في فترات بيضطر ان هو ياكل وهو ملوش نفس عشان يقدر يقف على الستيج. عشاق لاعبي كمال الاجسام والمهتمين بالمجال، تعالوا نبدا الحلقه. هناخد الماكرو نيوترينتس اللي هي بتتكون من الكربوهيدرات والبروتين والفات اللي هي المغذيات الكبيره، وهناخد الميكرو نيوترينتس اللي هي الميكرو اللي هي الجسم بيحتاج بكميات صغيره زي الفيتامينز والمينرالز، وهناخد الووتر الميه ودورها في البودي بيلدينج، وازاي لما بنيجي نعمل كاتنج المفروض النسبه الصح اللي احنا المفروض بنتخلص منها عشان ما يحصل لناش فلات الماسل او بمعنى صح انخفاض حجم العضله او يحصل لنا اغماء، لان الميه ما بتنزلش لوحدها من الجسم. هنعرف ان هي بينزل معاها بعض المعادن المهمه جدا اللي مسؤوله عن الانقباضات العضليه، وبالتالي اي تعامل في الموضوع دوت بدون علم ممكن يؤدي الى الاغماء او الى الوفاه كمان. هنحب نبدا بمقوله مهمه جدا وجميله عجبتني صراحه: You are what you eat. انت ما تاكله، اللي انت بتاكله هكذا يبدو شكل جسمك عليه. مفيش شك ان انا لازم اكل طبعا واغذي جسمي. ليه؟ عشان اقدر اعمل التمارين. مش المطلوب منك بس ان انت تقدر تأدي بيرفورمانس كويس في الصالة الرياضية او في الجيم، لا ده انت مطلوب منك كمان ان انت يكون شكلك كويس جدا على المسرح وفي الشارع وفي الاون سيزون والاوف سيزون والكلام ده. فبالتالي النظام الغذائي هنا يختلف كتير جدا عن الرياضات التانية اللي بتعتمد على البرفورمانس فقط لا غير. البداية بتاعتنا الماكرو نيوترينتس. يعني ايه ماكرو نيوترينتس؟ قلنا المغذيات اللي الجسم بيحتاجها in a large amount بكميات اكبر، وهي عبارة عن كربوهيدرات وبروتين وفات. لو هنبدأ بالكربوهيدرات عموما، الكربوهيدرات مصدر مهم جدا واول مصدر للطاقة، بمعنى اصح ان الجسم اول ما بيدور على طاقة بيدور على كربوهيدرات، دي نمبر 1 عنده عشان يقدر يستخدمها. وهنعرف هنا ان الكربوهيدرات متقسمة لسيمبل كربوهيدرات وكومبلكس كربوهيدرات، وتكوينها عبارة عن زي ما هو واضح على الشاشة هيدروجين واكسجين بالشكل اللي هو واضح قدامنا دون. عن طريق الكربوهيدرات تقدر تتحكم في مستوى السكر في الدم، واكيد كلكم عارفين الجي اي اللي هو الجلايسيميك اندكس لاي اكل بناكله كربوهيدرات. مثلا على سبيل المثال ده معناه ان البلاد جلوكوز ريسبونس فور 2 hours after food eating، يعني لما باكل اي حاجة كربوهيدرات بمدة ساعتين، هل هو الاكل اللي انا اكلته ده بيرفع السكر مره واحده سريعه ولا ببطء؟ والحاجات دي بتبقى مهمه لان الزياده او السيمبل كارب او الجلايسيميك عالي ليه ممكن يؤدي معايا الى فات، وانا ده مش عايزه كلاعب كمال اجسام. وانا فاكره كده كده ان هو اكل كويس ومفيش مشكله منه، لكن انا مش واخد بالي ان هو الجي اي بتاعه او الجلايسيميك اندكس عالي. عشان كده هتلاقي النوع الثاني الفايبر اللي هي أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Mega Hype, founder of Oso's Bella Rabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way through saying
Join us now.